بصي هو ربنا مش هيضيع تعبك صدقيني. ايش خلاص يا ماما اطلعي بقى. ايش بس هات خاص على حسابنا، مش معايا يا عم، دخل انا جامعه خاصه، انا مش معايا دروس واونلاين ومدرسين وتعب وحرق الدم. ليه الفيزياء والكيمياء بيعكسونا؟ ليه؟ عايزه افهم ليه بيضيعوا احلامهم؟ ليه بيضيعوا حلمها؟ العيال بتموت من الخوف، احنا مش متنازلين عن عيالنا، احنا جايبينها بحرقة الدم، احنا مش متنازلين عن عيالنا، حرام. طبعا الوزارة مشكورة، من شوية طلعت قرارات ان ال3 أسئلة الغلط اللي هم حاطينهم اصلا غلط هيدوا الدرجة كاملة فيهم، والناس كلها عمالة تبعت لنا وفرحانين. وواحدة بتكلمني من شوية بتقول لي احمدوا ربنا، يعني انتوا عايزين ايه تاني؟ يعملوا لكم ايه تاني؟ يعملوا لنا ايه تاني؟ ما تكلمش عن وقت، ما تكلمش عن صعوبة امتحان، ما تكلمش عن طول امتحان، مع ان اكبر اساتذه في الفيزياء طالعين ومطلعين فيديوهات وقايلين ان ده اصعب امتحان من كام سنه، وان ده امتحان طويل جدا وكان محتاج وقت اكبر. ده غير ال3 اسئله الغلط. ال3 اسئله الغلط بقى دول خدوا اغلب الوقت مع العيال، لان الناتج مش محطوط، الناتج مش موجود اصلا. يحلوا ويطلعوا الناتج الصح اللي المفروض يطلع، يلاقوه مش في الاجابات، فطبيعي يقولوا ان احنا غلط، فيعيدوا من جديد. فده خد معاهم وقت كبير. ما اتكلمتش ان ال3 اسئله دي خدت اغلب الوقت ليه؟ ما اتكلمتش عن الوقت اصلا ليه؟ ما اتكلمتش عن صعوبه الامتحان ليه؟ انت هتدينا 3 اسئله اجاباتهم، طب وباقي الاسئله؟ باقي الاسئله اللي ما اتحلتش اصلا عشان الوقت راح في ال3 اسئله اللي انت حاططهم غلط. ايه يعني انتوا ليه ما بترحموش العيال؟ ليه ما بترحموش اولياء الامور اللي متعذبه مع العيال من شهر 8 اللي فات؟ ليه ما كل ده ما جبتوش سيرته؟ ليه بتعملوا مع العيال كده؟ مستحملين اصلا قطع الكهرباء وقطع النت؟ يعني احنا عندنا النت بيقطع 6 ساعات، 3 كهرباء و3 نت، لان النت اصلا في كابينه تاني، ف6 ساعات نت، واصلا شغلهم اونلاين، 6 ساعات وقت ضايع منهم. العيال دي بتعاني، اكبر سنه العيال دي كانت بتعاني فيها. ما اتكلمتش ليه عن الفيزياء اللي ضيعت اعصابهم، دمرت اعصابهم ومخليهم مش عارفين يذاكروا باقي الامتحانات، يعني باقي المواد مش عارفين يذاكروها بسبب الفيزياء واللي حصل فيها. اعصابهم اتدمرت، اعصابهم باظت، مش قادرين يمسكوا باقي المواد يذاكروها. ده الطبيعي يعني، ده غير العربي واللي حصل فيه وكل الناس شافت. ليه انتوا بتعملوا كده مع العيال دي مطحونه وتعبانه، غير الحر، غير الجو اللي بيمتحنوا فيه؟ يعني حاجه صعبه جدا. ليه كده؟ ليه انتوا كل امتحانات صعبه، كل امتحانات نازله صعبه؟ يا ريت يكون في رحمه شويه على العيال وعلى اولياء الامور، ارحموا شويه. غير المراقبين وتوترهم للعيال، غير المراقبين اللي بتسحب الورقه وان هم بيظللوا، بيكونوا حالين وعاملين كل حاجه وبيظللوا، يروحوا ساحبين الورقه ما يلحقوش يظللوا. المدرسه مش مستحمله تقعد دقيقتين تكمل تظليل بعد الجرس، لا، ما الجرس رن وتسحب الورقه وما يظللوش. يعني معنى كده انا بسقطك بسحبه ورقه، بسقطك. مفيش رحمه. ارحموا العيال دي، العيال دي تعبت يعني، وعيال مش متحمله اصلا. يعني انا بنتي عيانه اصلا، عندها سكر، غير جالها ضغط من ساعه الامتحانات. يا ريت يكون في شويه رحمه من كله، من كله.